السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص شهر رمضان خلص، يعيد علينا الايام وعليكم بخير. عايزين بقى نعمل نوع من الحلويات بقى، زهقنا من الكنافة والجلاش طول شهر رمضان والقطايف. هنعمل النهاردة مع بعض كيكة بالشوكولاتة أو الجاتو شاتو، وهنعمله بمكونات سهلة بسيطة جدا واقتصادية. وكمان نقدر نعمل صوص الشوكولاتة ده ونركنه عندنا في التلاجة لفترة مثلا شهر أو أكتر، نزين بيه أي نوع من أنواع الحلويات الموجودة عندنا في البيت. وهنتكلم كمان على عوامل نجاح الكيكة بتاعتنا، وإنها ما تهبطش مننا بعد ما تستوي، وإزاي تطلع كده هشة وجميلة بإذن الله. بس لو انتوا لسه جداد في القناة وأول مرة تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. عندنا المكونات بتاعتنا سهلة خالص. أنا عندي هنا كوباية من الزيت، معاها نص كوباية من الكاكاو، ومعايا كمان كوباية من اللبن، وكوباية من السكر البودر. ما ينفعش نستخدم في الوصفة بتاعتنا ديت سكر خشن، لازم يبقى سكر بودر، ده عشان نعمل الصوص بتاع الشوكولاتة اللي احنا هنبدأ نزين بيه. وطبعا الصوص ده تقدري تعمليه كده وتحطيه في برطمان او في ازازه عندك في التلاجة، وتحتفظي بيه لفتره طويله شهر او اتنين كمان، تزيني بيه اي نوع من الحلويات الموجوده عندك، او الايس كريم، او اي حاجه انت حابه تزيني بيه. وبعدين عندنا كمان علشان خاطر نعمل بقى الكيكة بتاعتنا، عندنا هنا كوباية من الدقيق مليانة، وعندنا كمان كوباية الا ربع من الدقيق، يبقى عندي كوبايتين الا ربع من الدقيق المنخول، ومعاهم بيضتين، وكيس من البيكنج باودر، ومعايا باكت من الفانيليا او نص معلقة من الفانيليا السايلة، وهنحط كمان معاهم معلقة من الخل العادي خالص الابيض. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا دي هنركبها مع بعضها ازاي. هنجيب شفشق الخلاط، وبعدين نحط فيه كوباية من الزيت، وننزل كمان بكوباية من اللبن، وبعدين نص كوباية من الكاكاو، ونص معلقة من الفانيليا أو باكت من الفانيليا، ونحط كمان كوباية من السكر البودر. وده طبعا هنحط السكر آخر حاجة، عشان السكر بتاعنا لو احنا حطيناه في الأول هيبدأ يثبت كده في قاع الخلاط، وهيغلبنا في مش هيمتزج كويس جدا مع بقية المكونات بتاعتنا. هنضربه كويس جدا في الخلاط لحد ما يمتزج خالص، ويبقى كله صوص واحد وشكل واحد بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنبدأ بقى نجيب المج او الكوباية اللي احنا كنا معايرين بيها، وناخد مقدار كوباية واحدة، وده الصوص اللي احنا هنبدأ نزين بيه بعد ما الكيكة بتاعتنا تخلص. بعد كده بقى باقي الصوص اللي كان موجود هننزل فيه ببيضتين اتنين، وبعدين هننزل كمان برشة من الفانيليا، وكمان هننزل بالمعلقة بتاعتنا بتاعت الخل. كده خلاص المكونات بتاعة الكيكة أصبحت جاهزة. برضه هنرجع تاني لشفشق الخلاط، وبعدين هنبدأ نضربه ضرب كويس جدا يمتزج كل المكونات بتاعتنا مع بعضها، عشان خاطر ما يبقاش فيه أي تكتلات. بعد ما ضربنا بقى المكونات مع بعضها كده، انا عندي هنا كوبايتين الا ربع من الدقيق، هحط عليهم الباكت من او معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهبدا انخله كويس جدا. انا نخليه مره قبل كده، بس دلوقتي لما ضفت البيكنج باودر هبدا انخله تاني معاكم، وده طبعا علشان ادخل هوا في الدقيق بتاعنا، وكمان يبقى الكيكه بتاعتنا هشه وجميله، وما تبقاش مكتومه من جوه كده، وتحسي انها لسه طريه من جوه. انزل بقى بالخليط بتاعي كده اللي هو آه، بيض مع صوص الشوكولاتة، ومع كمان البيكنج باودر والدقيق والفانيليا، وابدأ اقلبهم كلهم مع بعض لحد ما يبدأوا يمتزجوا كلهم مع بعضهم بالمضرب اليدوي او بالمعلقة كده زي ما تحبي. وهيكون ده القوام بتاعنا بتاع الكيكة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى هنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا، احنا دهنينها الصينية ديت سمنة او زيت، ورشينها رشينها كمان رشة من الدقيق. هنزل بقى بالعجينة بتاعتنا كده في قلب الصينية، وده طبعا المقاس الوسط في طقم الصواني اللي هو المربع. اسوي بقى الصينية كده زي ما احنا شايفين بمعلقة او بالسباتولا زي ما احنا شايفين، وبعدين ابدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد حوالي 35 دقيقة. ابدا من بعد 30 دقيقه كده ابدا ابص عليها، وطبعا انا مولعه الفرن قبل ما ابدا في عمايل الكيكه بتاعتنا. وبعد ما يطلع بقى الصينيه كده وبتبدا تهدى شويه، يعني مثلا هي استوت، اطفي عليها الفرن واسيبها جوه لحد ما تبدا تهدى كده حوالي 10 دقايق. وبعدين بعد ما اطلعها ابدا اضيف عليها صوص الشوكولاته ده علشان خاطر يبدا كده يتوزع كويس جدا على الكيكه بتاعتنا. وطبعا نخلي بالنا من درجه حراره الفرن، لو الفرن بتاعك عالي عن درجه 180 تقدري تبص عليها بعد 20 دقيقه
أو كمان تختبريها بخلة من بتاعة السنان كده أو بسكينة تكون صغيرة عشان خاطر تشوفي هي استوت والّا لأ، تبدئي تحطي فيها السكينة كده لو خرجت نضيفة معانا تبقى كده خلاص هي استوت معانا. تقدري بقى تزينيها بفرماسيلا ملونة أو بسكر بودر أو بكمان كاكاو بودر أو أي حاجة أنتِ عايزاها أو تقدميها كده بألف هنا وشفا. كده الحلقة بتاعتنا خلصت. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. دمتم في رعاية الله وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.